صاحبي سد المايك دقيقة يا قادر. أنت الآن إما ما زلت تحت تأثير الصدمة، مو مستوعب أنت الواقع وداس راسك في التراب، أو جالس تضحك على نفسك أمام 10,000 قرارات سياسة. يا أخي لحظة لو سمحت، يا أخي والله ما أخليكم اليوم، يا إما تخرجوا من عندي طبيعيين يا إما نفوقكم من الصدمة. أما هذا أنك جيت تضحك على نفسك هذا كلام فاضي. وجاء في القرار الذي أقر ب11 صوتا مؤيدا من دون معارضة مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، وحتى هي أصلا هي متماهية مع الطرح المغربي الذي هي روسيا والصين وما أدري ما هي الثالثة. أصلا هي امتنعت لأنها تريد الحكم الذاتي أصلا، والمغاربة قد لعبوها عليكم أنتم نايمين ورا النيف الجزائر. لحظة اصبر. دول امتنعت عن فيما رفضت الجزائر المشاركة أن الخطة التي قدمتها الرباط عام 2007 وتقضي بمنح الأقاليم حكما ذاتيا تحت سيادتها قد تمثل الحل الأكثر واقعية، ويمكن أن تشكل الأساس لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ 5 عقود. الخطاب هنا راك تقرأ في مقال. لحظة يا أخي، تقرأ لي في المقال يا أخي لحظة اصبر وبعدين انت خذ لك دقيقتين إضافيتين. ايش هذا؟ قلنا فرعون مندي فرعني. اسمعني شوف، عندما يصعد الملك، وانتم تعرفوا الملك محمد السادس، انتم تعرفوا أكثر مني، عندما يطلع وتعرفوا كلامه ان كلامه ما هوش من هؤلاء الرؤساء اللي يهدروا. 10 سنوات. لحظة يا أخي لحظة يا أخي، لا تفتحش الميكروفون. سأعطيك دقيقتين إضافيتين تفند ما تريد أن تفنده. عندما يطلع لك ملك البلاد الملك محمد السادس الذي يعرفه العالم كله بأنه يعني ما يقول، وبأنه كل كلمة في خطابه الذي لا يتجاوز 5 دقائق لها معناها، ليس من الرؤساء اللي يهدروا 3 ساعات عن كل شيء وعبده فشفشي يعرف كل شيء، يطلع يقول لك نبارك أو نفرح مع شعبنا بطي هذا الملف كليا، طي هذا الملف النزاع المفتعل كليا. وافتتح الخطاب إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويطلع مجلس الأمن يصوتوا أمام العالم كله بخطة المغرب الذي أنتم ترفضونها. خطة المغرب ما في لا حكم ذاتي ولا استفتاء ولا حتى شعب صحراوي ولا حاجة، قرار أممي. أنتم بأنفسكم يا أخي رئيسك تبون في كل لقاء يقول الملف في الأمم المتحدة والذي تقرر عليه الأمم المتحدة. نحن بنمشي. قررت الأمم المتحدة الأمس ورفعوا أصواتهم، ورأينا عمار جامع كيف كان وجهه مسودا وهو كظيم، ورأينا الوفد الجزائري كيف كان مرتبكا، وتطلع لي أنت الآن عند سعد الشرعي بكل برود هذا لا يعني شيئا وهذا لا يفهم شيئا ونحن لا نفهم شيئا، وأنت عبد فشفشي تعرف كل شيء يا عبد القادر. عندك كلام تستطيع أن تخاطب به نفسك أولا، وتخاطب به الذين يشاهدونك الآن في لايف يعني استثنائي مثل هذا. قول كلام يا أخي، أنا ما خليك شيء تهدر وانت خارج الموضوع تماما. المينورسو فهمناكم، المينورسو يمددوها 1 2 3 10 زيدها يا أخي 5 سنين من عندي، لا علاقة لها بالموضوع. هي عملها إنساني يعني تحمي المدنيين في التنقلات، لأنه سيحدث الآن تنقلات في تندوف، هناك من سيهرب، هناك من سيغادر، هناك من سيقرر البقاء، فهي تحميهم. ما لكم علاقة من المينورسو. انسوا المينورسو كما نسيتم الحكم الذاتي وكما نسيتم الاستفتاء وكما نسيتم الأمم المتحدة. الحكم الذاتي الخطة التي قدمتها المغرب قبلها العالم. تريد تكذب على نفسك؟ تفضل يا أخي خذ لك دقيقتين. ولن انت ما جبت لناش القرار، وهذا غير ما فهمتش، لانك لغايه في نفس يعقوب، لانه الاجنده تاعك او الكلام تاعك ما راحش يكون في صالحك. انت ما جبتش القرار، انت جبت لنا مقال مغربي كالكونك ولا القدس المغربي، يعني التاويل هذاك. انت لا تستطيع ان اعطونا القرار يا جماعه، اعطونا القرار يا مشرفين. راني اعيد لك. البند الاول يتكلم على الاطراف ويتكلم ويذكر صراحه البوليساريو. والبوليساريو انا نسالك انت ونسال هادو في ماذا من ستمثل البوليساريو، ولن تجيب لانها ليست في صالحك. البوليساريو لو تروح للبند الرابع ليذكروا فيه الحكم الذاتي ورضا الطرفين. الطرف الثاني من هو؟ البوليساريو اللي راح يتكلم على ماذا؟ على الحكم الذاتي اين؟ في الصحراء الغربيه تحت السياده هذيك. لن تذكر كلمه السياده، يعني راح يتكلموا على في يعوضوا من راح يمثلوا من الشعب الصحراوي، وهذه سابقه في القرارات
واختراق كبير للقضية الصحراوية في الأمم المتحدة، لأنهم ذكروا حاجة اسمها البوليساريو. القرار الأمريكي تعمد لم يذكر المينوسو بالاسم، طيب. ولكن ذكرها شكرا بالمهنة تاعها. ما هي المهنة تاعها؟ وهي تنظيم الاستفتاء، سماها بعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء، وهذه حقيقة ذكرت، ذكر الطرفين وذكر الحاجة الأخيرة. خلاص دعني أسمع الكلمة تاعك لما تقول خلينا نجاوبك على كلامك. خلاص يا أخي انتهى وقتك، أعطيناك الوقت. لا هذه ماشي دقيقتين، والله ما دقيقتين. لا أعطيتك. أنا نحسبها ولا يا أخي والله دقيقة و10 ثواني يا أسعد، هاي تغش فيها الله يهديك. خليني نكمل 20 ثانية تاعي. لما تقول المبعوثين الجزائريين وحالتهم في وجههم خطأ، وأنت تقول لا شيء، لأنهم كانوا علم بالقرار 24 ساعة قبل، هذيك في الصورة، وهما الجزائر هي اللي غيرت القرار. الآن الجزائر تتحكم لك شوية في مصيرك، تغير لك القرارات، أمريكا تفرض عليك، الجزائر تغير لك بعد ما كان الحكم الذاتي كحل واحد أصبح حلا من الحلول. هاي الجزائر امامكم وتقدموا لها. على كل حال انا لا يهمني كلام الملك، كلام الملك يخص الشعب المغربي، ما يهمنيش، انا جزائري على كل حال. يقول فتحا مبينا، يقول النصر، يقول صالح الدين الايوبي، الله يعاونها. على كل حال هو ربما يتخيل لنا عنده شهرين، هذه شهرين، وكاين كاس افريقيا، وكاين جين زاد اللي طالبوا على كل حال وكش. ايوه الظروف الداخليه يعني. شكرا سد المايك شكرا لك. لا احنا نزلنا انا صايم عندي ما نقول، كملت كلش. شكرا لك انت على كل حال. أنت تكلمت كثيرا لكن لم تقل شيئا. شكرا لك. سد المايك. ايوه يا اخواني، قبل ان نعطي الصوت المغربي اما بديع ولا الروكان، حكايه المغاربه مع لا انت لسه مو دورك دقيقه. يعني حكايه المغاربه مع اكتوبر الذي اربكنا جميعا، هو لم يربكوكم انتم كجزائريين يا قادر. المغاربه اربكونا مع الاكتوبر ديالهم، هذا بدايته اسقاط النظام ودي زد، ووسطه كاس العالم، ونهايته الصحراء المغربيه. دبسوا فيما بينهم وتصادقوا وراحوا جابوا كاس العالم. فانت لست وحدك المرتبك، يعني هذه للامانه انهم خربطونا كلنا يا صاحبي، والله العظيم ما درينا كيف نفهم هذا الشعب وكيف نفهم هذا البلاد وكيف تدار هذا البلاد. وانا ما الومك حقيقه، اقسم بالله يا قادر انك تكلمت 15 دقيقه لكنك لم تقل جمله مفيده. تخيلوا يطلع لكم واحد عندي قادر يريد ينكر أن هناك اعتراف أممي بمغربية الصحراء وبخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. يقول لك ما قالوا لأنهم ذكروا البوليزاريو. يا أخي عادي كانوا يتفاوضوا مع ياسر عرفات وهي منظمة، كان جيفارا يروح يخطب في مجلس الأمن وهم يعتبروه انفصالي. ليست القضية اللي ذكرت البوليزاريو. الملك محمد السادس الذي أنت تقول لا يهمك، أقسم بالله لو التقطتم رسائل هذا الرجل لما أنتم في هذا الواقع المؤلم. أتقول لي لا يلزمني ولا يهمني، بالعكس أقسم بالله لو سمعتم كلام هذا الرجل وهو يمد لكم الأيدي. يا رجال هذا الرجل حريص على ماء وجهك الذي أنتم الآن تريقوه داخل اللايفات وفي كل مكان بدون ماء وجه، تطلعوا بكل جرأة، يعني تتناقضون مع أنفسكم. وهذا الرجل الودود الذي عاد بيقول لرئيسكم أخي الذي يعتبر البلاد مملكة رذيلة، ويعتبر الملك كان يتاجر بالمدري ايش، ويعتبرونكم وفعلتم فيهم ما فعلتم، ولا زال يقول لكم أخي. أقسم بالله يا أخي أنه علمكم درس في الأخلاق. أنا لو كنت مكان واحد منكم وهذا عدوي محمد السادس تنشق الأرض تبلعني أهون لي، لأنه قتلكم بالأخلاق هذه. عادوا بيقول لكم لا غالب ولا مغلوب، تعالوا وانت تقول لا يهمني الخير. يا رجال ما بينقذك إلا هو، والله ما يخرجك من ماء الوجه ومن الإحراج ومن المأزق الذي أنت فيه ومن الحفرة الذي إلا هو، والله ما غيره. وجي تقول لي لا يلزمني، يلزمك ولا ما يلزمك؟ على العموم هو يلزم المغاربة نعم، لكنها فيها رسائل للعالم كلها. تفضلوا.